عسلامة عسلامة البنات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. إن شاء الله يا رب تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة وأنتم تشاهدوا في الفيديو متاع اليوم. اليوم البنات مشيت لدارنا كيف قلت لكم في الفيديو السابق، قلت لكم أمي هيك مريضة شوي. نعاون فيها كل في القضية معناتها نريحها من ياسر حاجات، فهمتوا، خاطر وحدها وكل ديما نحب نقضي معاها هاني. لازم في اللازم، فهمتوا، مانيش قاعدة نقضي في قضية كبيرة. ساعات هيك نطيب أنا البريود ذي تقريبا عندي نهارين طيب أني معناتها نطيب لهم أني، خاطر هيك هي مقربة شوي والكل وزيد تعبت، فهمتوا، دار كاملة عليها وكل. هاني ساعات هيك نعاونها وكل، ديما نعاونها الحقيقة معناتها في الحاجات هذيا المسحان، فهمتوا، باش ننظم حاجة ديما لازم نعاونها في أي حاجة، فهمتوا، في أي حكاية، مش بالضرورة أني نعمل تنظيفة باهية ولا نعمل تنظيفة باهية ولا تنظيمة باهية ولا حاجة. نعاونها في حاجات، فهمتوا، هكا ساعات نلقى دبش محطوط معناتها نغسل. نلقى معناتها بيت من البيوت داخلة بعضها وننظمها وكل. واما كيف نعملوا معناتها جروميناج باش نخرجوا دبش ولا باش نفضوا ولا حاجه، ديما نكونوا مع بعضنا، فهمتوا، نتعاونوا، فهمتوا، يديا يديا. ساعات كان طيب على الفطور وكل، خاطر الرياضة ذي وحدها معناتها في الدار، اختي ماهيش في الدار. هاني نعاون فيها، هاني كل مره كان، فهمتوا، ونحس روحي فيه فضاء، على خاطر حتى اني عندي مسؤوليه وعندي دار وعندي، فهمتوا، كل ما نكمل قضيتي من نوصل معناتها اني باش نجي هنا معناتها نقول خلي نمشي هيك نطل عليهم ونشوفهم لاباس مش لاباس، فهمتوا، خاطر الاغلبيه الوقت ديما اني نمشي معناتها مهمش هم يجوني وكل. هيك ساعات يجوني ويجوني مش ما يجونيش، اما كل، فهمتوا، كل الاغلبيه الوقت نمشي يعني على خاطر هيك نحب نعاون في اي حاجه، فهمتوا، باللي نقدر وباللي الجهد اللي فيه، فهمتوا. هكا هو بعد ما نكمل قضيتي ساعات والله نخليها حتى القضيه معناتها حتى من غير ما نكمل قضيتي نقول خلي نمشي هيك نطل على ميمتي ون واكيد معناتها القضيه ماهيش باش تهرب، اكيد تو نرجع. ديجا عندي بريود معناتها ما عملتش دورة باهية في الدار والكل، عندي تقريبا 3 ايام. نمسح من فوق لفوق، فهمتوا، الحقيقة هي نظيفة على خاطر ما نقعدش فيها تقريبا وقتي كله نعدي في دارنا. اما كيف ما قلت لكم لازم معناتها القضية اكيد لازمة في الدار مهما تكون راي، حتى تكون ماكش قاعدة فيها وكل تخرج وكل ديما لازم. هكا هو هنا نظمت هذه البيت ذي ديما نقعدوا فيها كصالة وكل، نظمتها. هزيت الحسراوة وهزيت الزربية وكل، نفضتهم البرا ونفضت الصالة وكل، عملت فيها دورة باهية، فهمتوا، ونظفتها ونظمتها. صحيح ماهيش معمولة معناتها بالفايونس وكل حاجة سهلة في ساعة ما هيك ماهيش فيهاش البارتير معناتها ماهيش كل حاجة في ساعة ما تتلم وفي ساعة ما تتنظف وكل. أما كهو الحصيرة عملت فيها دورة باهية ونظمتها وفرشتها وكل وخرجت منها. مهم كيف ما قلت لكم نعاون باللي نجم وباللي نقدر، راني والله البنات مانيش ديما معناتها نقضي. ساعات ساعات حتى نجي معناتها نبدا تعبة من داري ونبدا تعبة من قضيتي، نجي لما نلقاها معناتها مطيبة الفطور تقولي هاني حسبت لكم حسابكم معاي معناتها من غير ما تبقى تطيبي ولا حاجة. الأغلبية الوقت صدقوني البنات نجي باش نروح معناتها نمشي هيك الصبحية معناتها نمشي، الأغلبية الوقت نمشي الصباح، خاطر العشية نحب نعمل دورة في الدار ونحب نقضي، فهمتوا، أغلبية الوقت ما نخرجش العشية معناتها قليل مرة نخرج العشية. أما في الصباح هيك ديما نحب معناتها نمشي نعمل عليه مطلة ولا فهمتوا حتى كيف ما قلت لكم حتى ما نفوتش ساعة، مش بالضرورة أكثر من ساعة معناتها نعاون هيك باللي نجم وباللي نقدر ونروح الروحي معناتها. عندي تو ما عادش وقت قيلولة معناتها القيلة ذيك يبدا ولدي راقد وكل نبدا ننظم في الدار، كان عندي دبش زادا ندور الصابون وكل باش العشية ننشر. نمسح الدار داري الحق نظيفة معناتها كل شيء مرقل، ما عنديش كل حاجة الجروميناج باش نعمله فيها، كنا نمسح فيها كل يوم تقريب. رسمي معناتها ما عنديش نهار نفوت، قليل نهار هكا ما نمسحهاش معناتها باش تبقى لي نظيفة، فهمتوا، مرتوبة. هاني كيف ما قلت لكم هيك ونلقى في روحي فضاء ونلقى جهدي يوصلني ان ما نبخلش معناتها نعاون باللي نجم، خاصة كيف تبدا هيك معناتها تبدا مريضة وكل. اما تبدا في الايامات العادية صدقوني البنات نجي نلقى كل شيء منظم، فهمتوا، ما نبقاش ما نلقاش ما نقضي، فهمتوا. هكا هو الحصيل والبنات. كيف ما قلت لكم راهي هي معناتها امي ما تخليش من روحها معناتها ديما
نلقاه معناتها الدبش نلقاه غاسلة حتى هيك في يعني معناتها تقضي هيك أغلبية الوقت الصباح معناتها تبدأ في الكوجينة وتبدأ معناتها تغسل ماعونها وكل تركح الكوجينة وكل. وهنا عندها في القيلولة خاصة تو معناتها تحسك الوقت متاع بين الظهر هيك ساعات تبدأ ما عندهاش غسيل دبش وكل ما تغسلش. أما كيف تبدأ معناتها عندها دبش باش تغسل وكل. ديما هنا في القيلة تغسل والعشية تنشر فهمتوا. أنا كل مرة كيفاش ساعات كيف تلقى روحها ما فيهاش فضاء، تلقى روحها متفاضية تغسل حتى الصباح. أما تلقى روحها مش متفاضي أنا على الأقل تحل عليه الماكينة وكهو. خاصة كي تبدأ المرأة تبدأ وحدها في الدار فصدقوني البنات هي معناتها يقول لك يديا تكمل كل شيء تقضي كل شيء وما تحس بحد شيء. صدقوني كي تبدأ زوز معناتها زوز يقضوا مع بعضهم هيك أخوات ولا أم وبنتها ولا معاها أخواتها وكل. ما تحسش بالقضية وما تحسش بالوقت يتعدى في ساعة تبدأ تلقى شكون مع شكون تحكي تبدأ القضية هيك يديا زاد كل واحد يشد بيت كل واحد الكوجينة زاد الكوجينة تاخذ برشا وقت. هذاك علاش كما قلت لكم راني نحب نعاون باللي نجم وباللي نقدر خاطر نكون اني نقول نتحمل في روحي معناتها نقول ما يصيرش حتى كانت تعبت مهم نعاون فهمتوا باللي نجم. خير من انها تبقى تعبة وحدها. نعرفها معناتها امي هيك نحسها معناتها تطيح عليها الدرك فهمتوا خاطر وحدها وكل وتبدأ تلز الراحة حتى أكثر من جهدها فهمتوا. ذاك علاش ديما نحب نعاونها هكا. هو لا البنات أنا مشكلتي راني مشكلتي كإنسانة معناتها معناتها ما نخليش من روحي فهمتوا. نشوف ما نطيقش نشوف حاجة مش في بلاصتها حاجة مش راكحة ونمشي تلقاني معناتها ديريكت معناتها طول تلقاني معناتها نبدا نقضي من حتى نبدا صدقوني البنات ساعات نبدا معناتها عامله جروميناج في الدار ولا نبدا قضية كبيرة معناتها تعبة فهمتوا ما نجمش نقضي وكل. اما هيك نمشي قد عمتي ولا نمشي قد امي معناتها نشوفهم هيك معناتها عندهم قضية وكل ما نجمش نخلي من روحي ومعناتها نبدا نشوف في حاجة كأني ما شفتهاش فهمتوا. ان شاء الله يا رب يعطينا الصحة وان شاء الله ربي يقوينا. وكما قلت لكم معناتها هكا وتقريب الفيديو اليوم هيك عملت مشيت الصباح عملت دورة هيك في دارنا وكل نظمت معناتها ونظفت باللي نقدر وباللي عطاني جهدي فهمتوا. هنا روحت للدار باش نطيب الفطور قلت خلينا نعمل هيك بيتزا حاجة سهلة فهمتوا هيك الخف لف وزيد الحاجات تضم البنات تعرفوا البريود هذيك كما قلت لكم. أنا من الناس الفاقدين السميد والفارينة الحكاية هذيك الفارينة أبرك شوي مازال عندي معناتها شوي. أما السميد ما عنديش معناتها نحير هيكش باش نطيب وكل. احنا أغلبية الوقت البنات رانا خاصة هيك خاصة في الجنوب وخاصة في الولاية متاعي معناتها خاصة في قبل أغلبية الوقت معناتها في القايلة الغداء نطيبوا كسكسي فهمتوا. تتلم عليه العائلة وتحسك الحاجة اللي تهني تقول أمي معناتها تقولك الحاجة ديك تهنيني معناتها نطيب كسكسي وأنا تفهم عليه العائلة الكل والعائلة الكل تلقاها معناتها ما تمش شكون يتشرط فهمتوا. اما ما عنديش الا غالب معناتها حتى اني اغلبيه مشت فيا معناتها اغلبيه وقتي كان نستسهل الكسكسي نقولها وانا على الاقل نطيب كسكسي في ساعه انا باش ما نشدليش وقت فهمتوا ما نبقاش اكثر وقت في الكوجينه هكا. قلت خلينا نعمل هيك نعمل كعبة بيتزا. احنا معناتها كعبة واحدة تزينة فهمتوا ما نعملش لا كعبتين لا حتى شيء معناتها كعبة كهو تزينة نعمل في البلاتو الكبير. كهو تزيني ما في ساعة فهمتوا. وزيد كيف نمشي معناتها هيك نمشي لدارنا وكل هيك كيف قلت لكم نمشي لأغلبية الوقت نمشي في الصباح وكل. تحسها معناتها يضبطني الوقت خاطر مربوطة بالوقت لازمني معناتها في وقت معين لازمني يكون فطوري طيب لازم يكون نكون محضرة روحي فهمتوا محضرة الفطور وكل. هذاك علاش تشوفوني نزرب صدقوني البنات باللي نجم معناتها باللي نجم هيك نزرب في روحي وكل. البنات بالنسبة عملت معناتها الصوص متاع البيتزا وكل سمطت كعبتين طماطم هيك ياخذوا غلوة في الماء كل واحد كيفاش يعمل معناتها الصوص متاعه وكل. ياخذوا غلوة في الماء وبعد نرحيهم هيك في الهشوار وكل نرحيهم وبعد نطيبها كما شفتوني معناتها طيبتها نزيدها طماطم معجونة راني ما خليهاش معناتها
الطماطم الكعبة ذيك ما نخليهاش وحدها، نزيدها طماطم معجونة ونقليها هيك في شوية ما نديرلهاش حتى الزيت، تما نعمل معناتها دوبة شوية هيك يبدا زيت زيتونة، ساعات ما نعملش جملة معناتها زيت، ونزيد نطيبها شوي فهمتوا باش تتنحك القروسية اللي فيها ونعمل هيك لفاح متاعها، زاد نعمل شوية فلفل أكحل، نعمل شوية اكليل وزعتر كما شفتوني معناتها في الفيديو كيفاش صورت معاكم الكل. وبالنسبه للجبن البنات تقولي سلمى شبيك تعملي عملتي البيتزا من غير جبن؟ راني البنات انا من هاك الناس ما نحبش الجبن فهمتوني. اول حاجه ما عنديش معناتها الجبن تعرفوا صعيب تلقى، خاصه هني معناتها صعيب تلقى وكل، وخاصه كيف يبدا الجبن ماهوش باهي فهمتوا، يبدا المستحضر الغذائي اغلبيه الجبونات الكل تلقى مستحضرات غذائيه معناتها، حتى تعمل معناتها ماك شكل يسيل يبدا منظر لا يزي منظره مش باهي، لا يزي طعمته مش باهيه فهمتوا. انا الواحد يستغنى عليه خير من انه يستعمل حاجه تكون اول حاجه ما هي صحيه، وثاني حاجه وتزيد فوق هذا الكل تزيد ما تحبهاش فهمتوا. هكا هو الحصيله البنات، استعملت كعبتين فرماج، هذاك فرماج مربعات مثلثات، و استعملت كعبتين حطيتهم في الصوص زادة متاع الصوص اللي باش نعملها للبيتزا. ما تستغربوش معناتها عادي، كل واحد هو كيفاش يحب يطيب وكيفاش يحب يستطعم الحاجة. أنا نحب هيك معناتها نحب نطيب بالطريقة ذي، نعمل كعبتين فرماج في الصوص اللي طيبتها باش نعمل بها البيتزا، وتجيك بنينة على الآخر، وتجيك جربها. بالنسبة للناس اللي متحبش هيك خاصة ما تحبش الجبونات معناتها، ما تحبش طعمة الجبن وما تحبش الجبن جملة فهمتوا. اني البنات راني مانيش معناتها مش ما ناكلش الجبن، اما مانيش ما نحبش معناتها ما نحبش الجبن فهمتوني. هيك كل يبدا جبن هيك باهي والكل هكا ناكل منه دوبه شويه زاده. صدقوني البنات ساعات نعمل هيك، نقول خلينا نعمل معناتها حتى نجرب نطيب معناتها بيتزا كيف يبدا عندي جبن ونبدا شاريه جبن، نقول خلينا نطيب بيه فهمتوا. نحس روحي ما ناكل فيها ومانيش حابة فهمتوا، ناكلها الحاجة اما نبدا مانيش حابتها فهمتوا. ذاك علاش نولي اني نستعمل هيك كما استعملت تو باش نعمل هيك كعبتين فرماج في الصوص نتاع البيتزا، وذاك هو جيت اول حاجة تسهل علي، ثاني حاجة ما تقلقنيش فهمتوا، نبدا ناكل فيها وانا مرتاحة كهو. وكيف ما قلت لكم راه الدنيا اذواق، بالنسبه هيك اللي يحبوا الجبنات ويحبوا خاصه يبدا جبن هيك يبدا مشخشخ ويبدا جبن يبدا باهي فهمتوا، ماهوش مستحضر غذائي، حتى يكون مستحضر غذائي اما يكون نوعيه باهيه فهمتوا. حتى ثم على خاطر ثم انواع متاع جبن هيك تبدا مستحضرات غذائيه اما تبدا نوعياتها باهيه تذوب وتبدا ابرك فهمتوا، تستحملوها فهمتوا. فما راهو البنات ذاك علاش قلت لكم راه الدنيا اذواق، فما اللي يحب هيك المقرونه مقرونه معناتها بالجبن، ويحب المايونيز وكل الحاجات هذيك. صدقوني البنات ما نتخيلش روحي اني ناكل مقرونه بالجبن، ما نتخيلش روحي اني ناكل اني ناكل مايونيز. سامحوني معناتها تنجموا تقولوا لي ما على خاطر كيفاش معناتها ثم واحدة ما تحبش المايونيز، ثم واحدة ما تحبش الجبنات. اني الله غالب اني النوعية ذيك معناتها لا نحب جبن لا نحب مايونيز. المايونيز هيك مستحيل نتخيل روحي اني نذوقه معناتها، حتى الذقان فهمتوا، يمكنش راني ذقته مرة هيك ما نطيقهاش فهمتوا. كل حاجة ما تطيقهاش سبحان الله كل واحد وذوقه، كل واحد وهو شي يحب معناتها خاصة في الماكلة فهمتوا. والله في اللبسة نقول لكم هيك الواحد يهضى معناتها، فما اللبسة هيك حتى تكون ماكش مرتاح فيها وتبدا هيك التوندونس وهاك الموضة وهذا شنو هذيك الحكايات الكل، وتبدا مضطر انك تلبس معناتها كيف ما تلقاش ما تلبس فهمتوا، كيف ما تلقاش حتى شواء اخر معناتها لازمك تلبس كيما اللبس هذيك فهمتوا. اما بالنسبه للماكله صدقوني البنات هيك ساعات يقول الواحد نموت بالشر ولا ناكلها فهمتوا. الا غالب ما تقوليش خبرك تحكي معناتها على جبونات وتحكي على المايونيز والحكايات هذيك. ساعات هيك نشوف معناتها نشوف هيك نبدا نتفرج وكل نشوف طيب هيك مقرونه بالجبن وتلقى شخشخه بالجبن والكل يقولك بنينه، يمكن يشوفها هو بنينه ويمكن يستطعمها بنينه، خاطر كل واحد هو شي يحب معناتها شي يحب في الماكل. بالنسبه للماكل كهو سينو اني معناتها كيف ما قلت لكم راني ما نستخيلش روحي معناتها في حياتي مره ناكل هيك مقرونه بالجبن
وجبن، وخاصة كيف يبدأ بكونتيتي كبيرة فهمتوا كي يشخشخها يعمل برشا جبن. حسيلو البنات هنا حطيت البيتزا بتاعي كيف ما شفتوني، معناتها حطيت لها الصوص متاعها ونحطها في الفور. من الاول البنات راني نحلها ونحطها في الفور، نحل عليها من فوق اكاهو، نحل عليها هيك تقريبا درج، معناتها حتى كياد الفور باهي، حتى اقل من درجة، حتى دقيقتين هيك باش كيف تحط عليه الصوص ما تبداش هيك عجينة فهمتوني. نحطها تقريبا درجة، خليها بالنسبة للفور متاعي كي يبدا الفور باهي وكل، حتى دقيقة ولا دقيقتين دوب هيك ما تشيح شوي فهمتوا، ونحط عليها الصوص. شفتوني البنات هني فتكم بالفيديو على خاطر هني حطيتها ديجا، حطيتها هني في الفور، معناتها حطيت تقريبا معناتها كيف قلت لكم هيك درج اقل، حتى اقل من درج، نحل عليها من فوق اكاهو، ومن بعد نرجعها نحط عليها الصوص متاعها ونرجعها للفور طيب على الراحة، نحل عليها من اللوطة ونخليها تطيب. كهو حتى الفرماج شوفوه زاد يجيك الظاهر، معناتها مو شكل ذايب نقص عليه، راني البنات نقص عليها سيا معناتها الغاز، نقص عليها الصوص، ونحط لها هيك الفلفل الاكحل، ونحط لها الفرماج، ونحط الكليل والزعتر، كيف نقص عليها معناتها الصوص، ما نحطش الصوص مازال تغلي وانا نحط فيه. كهو نحطها في الفور طيب على الراحة. وشفتوني البنات صدقوني المعون اللي يطيح بالوقت نغسله باش فيك ما تحسش عليه الكوجينة ويتعبى عليه لافابو، وندخل بعضي ونحس معناتها الكوجينة كل تخوص. صدقوني كيف يبدأ يتجمل لي هيك المعون، يبدأ المعون لافابو معبى عليه بالمعون، نحس روحي ندخل بعضي وما نعرفش حتى منين نبدأ فهمتوا الغسيل ولا حكاية. كعليش نبدأ معناتها ونلقى في روحي فضاء، ونلقى هيك يطيح لي معون، نقول خلي نغسله بالوقت. صحيح هو معناتها أكثر تستعمل أكثر برودوي، ماذا بيك معناتها تعمل هيك، خاصة انك تعمل رغوة البنات هذيك وتبدا معناتها تستعمل فيها فهمتوا، اني ساعات هذيك نستعملها، تعمل معناتها هيك تعمل سيترون، تعمل معاه شوية جافيل، وتبدا وين يطيح لك معون تغسل بيه فهمتوا. انا هذيك في دارنا معناتها نعملوها ياسر، وكل نعملوها فهمتوا، نحطوا هيك يحطوا معناتها برودوي، اي برودوي يستعملوه الاغلبية هيك سيترون فهمتوا، ونحطوا معاه شويه جافيل وكل، وانا وين يطيح معونه خاطر ديما صدقوني خاصه دار العيله، يعني يمكن هيك كيف نبدا نطيب كهو معناتها سينا كان نلم المعون معناتها نفطر ولم المعون، ما عنديش كنت يدخل هيك الكوجينه يحط حاجه ولا باش يجبد حاجه. اما في دارنا ديما فهمتوا، ديما كل واحد يجبد كيس، واحد واحد هيك حتى يشرب في كيس ولا حكاية، ولا يجبد صحن ولا حاجة ديريكت يتجمل المعون هذاك، علاش معناتها تكون أسهل وتكون خير. حتى أنا ماذا بيا راني عملتها البنات، عجبتني الفكرة فهمتوا، على الأقل تستعمل أقل برودويات، وكل أقل من أنك تستعمل كل وين تجي تغسل معون هيك تجبد الدبوزة، تحسها تستهلك أكثر. أما ما قلت لكم راه الواحد كل واحد علاش تعود هيك، ساعات الواحد تبدأ حكاية تعود أكثر من حكاية أنك تبخل عليها ولا حاجة. كهوني البيتزا بتاعتنا طابت، شوفوها البنات، لا فيها جبن لا حتى شي، فيها هيك كعبتين فرماج درتهم في الصوص. هكا هني باش نعمل حكة التن. بالنسبة للزيت متاع التن البنات كبيت معناتها كبيت منها، خاطر مستحيل نستعمل الكل ياسر، ياسر ليزي معناتها مصبر، وكل ما نحب أنا البنات بالنسبة لي أنا نحبها معناتها الزيت متاع التن، أما منجمش نستعمله كلها معناتها للبيتزا، استعملت هيك شوية للبيتزا والآخر كبيته. هيك نحط عليها شوية تن، شوية زيتون، شوية فلفل. كهو اللي يحب معناتها يعمل رشة معدنوس، طماطم، كل واحد ايش يحب بالنسبة هيك تحب يحط عليها خضرة، بصل، أي حاجة هذيك اختيار لكم أنتم معناتها، هو كل واحد هو شي يحبه فهمتوا. أنا ساعات نعمل هيك بالخضرة، نعمل بصل وطماطم وفلفل ونعملها من الكل فهمتوا، كل مرة كيفاش ساعات هيك نحب هيك تكون أخف وتكون هيك بالتن فيها طعمة التن الطاغية أكثر من أني نستعمل هيك خضرة وكل. هني باش نحط نفتركها، وصدقوني البنات جيت مع الوقت قد معناتها هني ما زلت أنا نحط، ما زلت صدقوني ما زلت في الفور معناتها البيتزا روح راجلي سيه. هون يستنى شوي مادام على الأقل نلم الكوجينة فهمتوا. صدقوني البنات لا نجم معناتها قليل مرة هيك نخلي الكوجينة كما هي ونمشي نفطر ومن بعد نرجع للكوجينة. أما أغلبية الوقت ديما ندخل للدار معناتها
تنفطر ولا في عشية ولا في أي حاجة، لازمني نركّح الكوجينة قبل ما نخرج. كهو البنات تقريبا وصلت بكم لآخر الفيديو، نقول لكم فضلًا وليس أمرًا ما تنسونيش في اللايك البنات، وما زال ما اشتركش في القناة نتمنى ينورني ويشترك في القناة، ونقول لكم بالنسبة اللي تفرجوا على الفيديو نقول لكم شكرًا على المشاهدة، وخليكم في أمان الله ورعايته، ونقول لكم بسلامة.